السلام عليكم. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده عندنا حلقة عن حلقة ما قبل المباراة، عن منتخب بنين وأهم الناس عنده وعن تشكيلة منتخب مصر وعن نتيجة المباراة. عندنا حلقة حلوة يعني. شوف يا باشا تحب ايه، شايك، قهوتك، أكلتك. شوف يا باشا تحب تشرب ايه، ويلا بينا عندنا حلقة لوز اللوز. نخش في الحلقة. ماتش بنين قبل ما يخش البطولة لعب ماتش قدام بوركينا فاسو. خسر 3-0. هو منتخب يا جدعان عادي، فاهمني؟ يعني هو مثلا مش منتخب بقى الواو وبتاع، فاهم؟ وجامد، بس احنا عايزين برضو نديله احترامه، فاهمني؟ ننزل نلعب رجالة في الملعب ان شاء الله نكسب. لعب اول ماتش ودي مع بوركينا فاسو. خسر 3. دخل البطولة لعب قدام الكونغو الديمقراطية. خسر برضو 1-0. تمام. بعد كده هو لعب منتخب بوتسوانا اللي هي فيها فيستون مايلي بتاع بيراميدز. الماتش ده كسبوه. هقول لكم برضه على اللاعب اللي جاب الجون بتاعه، بس مش دلوقتي، بعد شويه هنخش نقول لعيبه اهم اللعيبه عندهم. بعد كده هو لاعب مين؟ لاعب السنغال برضو رزعهم 3، فاهمني؟ فهو منتخب يعني احنا لو نزلنا مركزين هندوس ان شاء الله يعني، بس ايه، ننزل مركزين ان شاء الله نكسبهم. بعد كده هو هخش اقول لكم على اهم اللعيبه عندهم، اللي احنا يعني برضو ايه، حط عينينا عليهم، بس اللي هو ايه، اللي هو بقى مش اللاعب الواو وبتاع، بس لازما نخلي بالنا من اللعيبه ديت، لان ممكن في وقت ايه يخطفوك ونخش وندعبك، لان انتوا عارفين منتخب مصر لما بيقابل منتخب جامد الدنيا ايه، تحس اللعيبه بقى هتطلع كل اللي عندها، ولما بيقابلوا منتخب تعبان تفهم لهمش، فبرضه ايه، نخلي بالنا من اللعيبه دي. اول لاعب عندهم هو لاعب اسمه يوهان روش دوت، عنده 28 سنه. لاعب باك شمال، وساعات بيدخله سيرد باك لما السيرد باك عنده بيصاب، هو اللاعب ده بيخش عنده. ده لاعب مهم جدا برضو، لازم نخلي بالنا منه. لعب 17 ماتش مع المنتخب، هو اللي جاب الجون في ماتش بوتسوانا، فلازم برضو ايه، نخلي بالنا منه من اللعيب دوت. عندهم لعيب تاني اسمه مونيه دوت، ده مهاجم طويل جدا 190 سنتي، فلازم برضو نخلي بالنا ايه، نخلي بالنا منه. هو عنده 31 سنة وما جابش ولا جون، بس هو صنع جون بتاع روش دوت. فاحنا لازم نخلي بالنا برضو ايه منه، ممكن بيلعبوا عليها عرضيات او حاجة. لازم ياسر او ربيعة او حسام او اي حد يلعب. اقول لكم التشكيلة اللي في بالي. لازم اي حد ينزل لازم يخلي باله ويراقب الراجل ده كويس. عندهم لاعب تاني وينج شمال اسمه جونيور اوليتان دوت، ده احنا برضو لازم ناخد منه جونيور. عنده 23 سنة ولعب 14 ماتش. لاعب كده تلاقيه عامل شعره كدهوت، عامل شعره مفلفل كدهوت. لازم برضو ايه ناخد بالنا منه، اما تهيألي محمد هاني كده خلاص رجع، فلازم ياخد باله منه كويس جدا. هو الجبهة دي اخطر جبهة عندهم، اللي فيها يوهان روش وفيها جونيور اوليتان. لازم ناخد بالنا من الجبهة دي جدا، يعني حظنا في المكان ده على طول بيبقى اجمد ناس فيه. لازم ناخد بالنا منهم، ان الناس دي هما مش الواو، بس ممكن في اي لحظة يخطفوك ويعلقوا عليك الماتش. ومصر تحب كده اهو، الماتش يبقى سهل يقوموا معقدينها علينا، ايه، نركز مع الكام لعيب دول. عندهم لعيب تاني بقى في خط النص اسمه حسان دوت، هتلاقيه يعمل لك شعر كده برضه زي النني، فاهمني؟ ده عنده 22 سنة ولعب 15 ماتش. لازم برضو ايه، نخلي بالنا منه. في لعيب تاني بقى كده هوت وينج، وينج يمين، وساعات بيضم مهاجم. ده اسمه تويسين ابغون دوت، ده برضو لاعب خطير جدا. لعب معاهم كذا ماتش، لعب معاهم 14 ماتش ومسجل 3 جوان، فيعني ايه، لازم برضو نخلي بالنا منه. هو متهيألي ده هو اخطر واحد عندهم، لازم برضو نخلي بالنا منه علشان خطير. لازم نخلي بالنا منه. في لاعب تاني اسمه فرانسيسكو دودو دوت، ده في خط النص. ده برضو دودو ده احنا لازم نخلي بالنا، لان دودو ممكن ايه، أجوز ايوه، عيب ممكن يعملها معانا، يعني لازم برضه نخلي بالنا منه. هو صانع العاب وساعات ايه، صانع العاب وساعات بينزل ايه خط نص.
فاحنا ايه لازم نخلي بالنا منه. خط نص يعني اللي هو 8 فاهمني، ولازم ايه لازم نخلي بالنا من الكام لعيب دول. بس لو خلينا بالنا منهم ان شاء الله ان شاء الله هنكسب. هو منتخب عادي فاهمني، يعني هو منتخب زي ما قلت لكم قبل كده، مش الواو، ما عندوش لعيبه جامده بس ممكن يخطفك فاهمني. وانا بخاف من دي بالذات مع منتخب مصر. ولازم ننزل اول ربع ساعه لازم نجيب جون. معلش احنا لازم اول ربع ساعه لازم ننزل نجيب جون. ليه؟ خلاص بقى سهل الماتش عليك فاهمني. بعد ما سهل الماتش عليك يا عم اول نصايه لازم تجيب جون. ليه؟ ماتش لو فضل معرقب لغايه الشوط الاول او بعد الشوط الاول، يعني مثلا في الشوط التاني بحبه كده نبدا. ليه؟ منتخب ما يستاهلش فاهمني، اللي هو يعني بوركينا فاسو من الدقيقة 3 والسنغال من الدقيقة 3 وكسب منتخب فيستون مايلي اللي فاهم واحد بالعافية. فاحنا لازم ننزل نعمل لهم قيمة ونركز، ان شاء الله نكسب ان شاء الله. تاريخ المواجهات بقى بيننا بين منتخب بنين ومنتخب مصر، قابلناهم في تصفيات مونديال كأس العالم 2006. اديناهم اتعادلنا 3-3، وفي الرجعة اديناهم 4-1. بعد كده هو قابلناهم فين؟ قابلناهم ماتش ودي في 2008 اديناهم 5-1. وبعد كده هو قابلناهم في بطولة بقى أفريقيا 2010 اديناهم 2-1. فأنت كعبك عادي كده كده، لان زي ما قلت لك منتخب عادي، فهو احنا جامدين عليهم فاهمني. ويعني لغايه الارقام احنا نتفائل ان هما ما كسبوناش خالص، احنا على طول بنتعادل يا بنكسب. فيعني كويس كويس اللعيبه تنزل تركز، تنزل تركز ان شاء الله ان شاء الله نكسب، وان شاء الله نروح الدور الجاي بكل سهوله، ونستنى بقى الكسبان من بوركينا فاسو ومن كوت ديفوار. انا بقول كوت ديفوار اللي هيصعد والله اعلم. بس ايه لازم برضو ايه نركز وننزل ان شاء الله نخطف. ويعني توقعات انا للتشكيله، تشكيله منتخب مصر اللي حسام حسن هينزل بيها، هيبقى محمد الشناوي في حراسه المرمى، ورباعي خط الظهر يبقى محمد هاني زي ما انه رجع خلاص، محمد هاني وياسر وربيعه ومحمد حمدي. خط النص هيبقى مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور. قدام هيبقى صلاح. وانا يعني توقعاتي انا وانا نفسي يلعب بكده هو يبقى مصطفى محمد ومرموش. عايز اشوف مرموش جناح، يعني انا حاسه هينتج اكتر ويريح تريزيجيه على الدكه. ممكن بقى ينزلوا بديل هو وزيزو فاهمني. يعني فاهم ينزلوا ينشطوا الدنيا شويه. انما انا نفسي انا اشوف في الماتش ده مصطفى محمد راس حربه ومرموش يلعب على الجنب، مع ان انا حاسس اصلا ان حسام حسن هيعمل ايه، هيحط لك مرموش راس حربة وينزل لك تريزيجيه برضه. بس انا نفسي اشوف مصطفى محمد راس حربة ومرموش على الجنب. هتفرق ان شاء الله. توقعات النتيجة هتبقى النتيجة ان شاء الله ان شاء الله 2-0 لمصر ان شاء الله ان شاء الله، ونكسب ونروح دور التمانية ان شاء الله. نشوف هنقابل مين، يا بوركينا فاسو يا كوديفوار ايا كان فيهم. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نتخطاهم ان شاء الله. وان شاء الله البطولة مصرية ان شاء الله. وكده تبقى انتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو لان الجرس عشان تشوفنا على طول. سلام.